تمام. فعشان نفهم الواي فاي 7 ايه المميزات اللي جاي يضيفها، وليه انا ممكن اروح اشتغل بالواي فاي 7 تكنولوجي، وايه الفرق ما بينه وما بين الجنريشنز اللي قبليه او التكنولوجي اللي كانت ظاهره قبليه. دي حاجه. الحاجه التانيه، طب الواي فاي 7 ده لو هو احدث حاجه موجوده زي ما الباشمهندس كان ذكر من شويه في التشات بوكس، التليفونات بتاعتنا والاجهزه واللابتوب والبنيه التحتيه بتاعتنا هينفع تشتغل مع تكنولوجي زي الواي فاي 7 مثلا؟ مش هيحصل فيها مشاكل بسبب ان احنا شغالين بليجاسي ديفايسز او اجهزه التكنولوجيا بتاعتها الى حد ما متاخره وهنابجريد على الواي فاي 7؟ هل هينفع نشتغل ولا ما نشتغلش؟ وهل الواي فاي 7 لان في تردد زياده نزل عليه اللي هو الواي فاي 6، عفوا ال 6 جيجا هرتز فريكونسي، برضه مش هينفع نشتغل بيه؟ وهل هي دي الميزه الوحيده في الواي فاي 7؟ كل الاسئله دي محتاجين ان احنا نجاوب عليها النهارده ان شاء الله، نبقى فاهمين اروح للواي فاي 7 ولا ما اروحش، ولو رحت الاجهزه بتاعتي هتشتغل ولا ما تشتغلش، ولو الجهاز بتاعي لا يدعم التردد بتاع ال 6 جيجا، او ايفن حتى الدوله اللي انا فيها، لو احنا مش بنتكلم على مصر بس، لو الدوله اللي انا فيها مش بتدعم التردد الجديد اللي اتفتح اللي هو ال 6 جيجا هرتز ده، هيشتغل معايا وهستفيد من الواي فاي 7 ولا لا؟ تمام كده. اول حاجه طبعا حضراتكم خلينا نعمل بالبن ده كده، هو مفتوح. طيب، اول حاجه احنا كنا اتكلمنا قبل كده في سيشن عن ايه هي مميزات الواي فاي 6، وكنا بنقارن الواي فاي 6 تكنولوجي بالواي فاي 5 بالواي فاي 4. ولو ماشيين زي ما انتم شايفين كده في السلايد اللي قدامكم، فالواي فاي 4 5 6 هي الاسم التجاري للجنريشن او التحديثات الجديده في التكنولوجي الخاصه بالواي فاي عامه. فهتلاقوا ان اول ما بدأ اصلا التكنولوجي بتاعت الواي فاي بدأنا نعتمد على الموجات بتاعت الراديو في نقل الداتا بدل الكابلات بتاعتنا، بدل كابلات الايثرنت في بعض السيتويشنز. بدأت سنة 97 بالبروتوكول اللي هو 802 او الستاندرد 802.11. وسنة 99 بدأ يعلي شوية الداتا ريت اللي ممكن نشتغل عليها، فطلع لنا الستاندرد الاي والبي. 2003 طلع الستاندرد اللي هو الجي. بعد كده بدأنا نشتغل بالN 300، واللي لسه موجود حتى الآن، تلاقوه موجود على الكرتونة أو على العلبة بتاعة الراوتر أو الأكسس بوينت، يقول لك ده أقل حاجة ممكن تشتغل بيها دلوقتي، اللي هو الN. السرعة بتاعته الماكسيمم بتاعها 600 ميجا بت بير سكند، وبس اسمه N 300 في أغلب الحالات يعني. بعد كده طلعنا شوية للواي فاي 5 كان كجنريشن أحدث أو كتكنولوجي أعلى، والاسم التجاري بتاعها اي سي، فهتلاقي على الكرتونة اي سي 1200 اي سي 1300. وهنتكلم بعد كده في الحتة بتاعت السرعات، الفرق في السرعات ما بين كل جنريشن والتاني. وبعد كده ظهر معانا الواي فاي 6 اللي هو الاسم العلمي بتاعه، او هتلاقي الستاندرد بتاعه اي اكس. فلما اشوف على الكرتونة او على علبة اي اكس، او حتى وانا بقرأ في اي مكان عن الاي اكس تكنولوجي، فاعرف ان الاي اكس هي الستاندرد الخاص بالواي فاي 6. طيب الواي فاي 7 طالع بايه؟ طالع بحاجة اسمها بي اي. فهتلاقي بدل اي اكس مثلا 3000، لا هتلاقي مثلا بي اي 19000. فهيبقى عندنا ال N 300 ال AC اللي هو الواي فاي 5، ال AX الواي فاي 6، وبعد كده ال BE اللي هو الواي فاي 7. وزي ما واضح قدامكم من الصورة طبعا ده جنريشنز تحديثات بتبدأ تنزل أكتر وأكتر على التكنولوجيا الخاصة بالواي فاي، بتدينا بعض الامتيازات الجديدة. أهمها زي ما واضح في الصورة هي عدد الكلاينت أو عدد الديفايسز اللي تقدر تكوميونيكيت مع الأكسس بوينت أو الراوتر بتاعك الواي فاي 7 بشكل احدث واسرع ومن غير تقطيع، ويسبورت معايا الفيديو جيمنج والاي ار والفي ار ابلكيشنز وكل الحاجات دي. تمام. طيب ايه الفرق في السرعات؟ لو احنا بنتكلم في الواي فاي 5، فالسرعات اللي موجوده قدام حضراتكم في السلايد دي هي سرعات ثيوريتيكال. فهتلاقي مثلا الواي فاي 5 كان الماكسيمم او اقصى سرعه ممكن يوصل لها هي 3.5 جيجا بت بير سكند. لما ظهر الواي فاي 6 وطلعت معاه التكنولوجي بتاعت ال OFDMA، او اعتمد على الموديوليشن تكنيك او الطريقه اللي بيعالج بيها البيانات ال OFDMA، فعلق السرعه معايا ل 9.6 9.6 من 10 جيجا بت بير سكند. دي اقصى سرعه ممكن يوصل لها الواي فاي 6. وبالمناسبه السرعه دي سرعه نظريه او ثيوريتيكال مش فعليه. بعد كده طلع جنريشن تاني كده في النص اللي هو الواي فاي 6 اي، وممكن يكون ما انتشرش قوي لان بمجرد ما طلع الاي نزل على طول الواي فاي 7، فالناس ما لحقتش تشتغل قوي على الاجهزه اللي بتدعم الواي فاي 6 اي. ولكن التكنولوجي او الجنريشن بتاع الواي فاي 6 اي ده كان اول حاجه بدأ ظهر فيها التردد الجديد اللي هو ال 6 جيجا هرتز. لان في الواي فاي 5 وفي الواي فاي 6 العادي بتاعنا، او في الواي فاي 5 او في الواي فاي 5 والواي فاي 6 كنا بنشتغل بس دول باند على التردد ال 2.4 من 10 وال 5 جيجا هرتز.
تمام. فكان عندي ترددين اتنين بس انا بشتغل بيهم، ال 2.4 جيجا هرتز وال 5 جيجا هرتز. اول ما ظهر الواي فاي 6 اي اعلن عن وجود تردد ثالث هينضم معانا لنقل البيانات على التكنولوجي بتاعت الواي فاي، الا وهو التردد ال 6 جيجا هرتز. للأمانة في الفترة اللي ظهر فيها الواي فاي 6 اي كانت مصر أصلا مش فاتحة التردد ده، وكنا شغالين بس على 2.4 و 5، وبالتالي ما كنتش هستفيد منه خالص. السرعات اللي كان بيوصل لها هي نفس سرعات الواي فاي 6 اللي هي 9.6 جيجا هرتز. بعد كده طلع معانا الواي فاي 7 بمالتي فيتشرز بقى، زودنا شوية وعلينا شوية من التكنولوجي اللي موجودة على الأجهزة اللي بتدعم الواي فاي 7 سواء هاردوير أو سوفت وير. فعلّ معايا السرعة اللي ممكن أوصل لها up to 46 جيجا بت بير سكند. تعتبر دي أول ميزة من مميزات إن أنت تشتغل بواي فاي 7. أنت أكيد عارف as long as إني هأبجريد للواي فاي 7 فأنا لازم أحصل على سرعة نقل داتا أعلى وعدد مستخدمين أكتر على الأجهزة بتاعتي، ده بدون أي نقاش في النقطة دي. ده كده الفرق في السرعات لو أنا بفرق ما بين الواي فاي 4 وال6 وال6 اي وال7. طيب ايه الفرق؟ الواي فاي 6 لما ظهر ببعض المميزات، وبعد كده جه الواي فاي 7 ظهر بمميزات تانية. فايه الفرق في المميزات ما بين الواي فاي 6 وما بين الواي فاي 7؟ لو تفتكروا كان في برزنتيشن كنا عملناها من فترة كده، ممكن ابقى احط لكم اللينك بتاعها على اليوتيوب. كنت شرحت فيها ايه هي اهم المميزات بتاعة الواي فاي 6. ليه الواي فاي 6 لما ظهر هيديني امتيازات مختلفة عن الواي فاي 5؟ فكانت أول حاجة خالص اللي أنا لسه قايلاها من شوية إن السرعة بتاعته أعلى مقارنة بالواي فاي 5. هو هيوصل ل 9.6. أنتوا هتلاقي مثلا في أكسس بوينت فري اي اكس 6000 ميجا بت بير سكند، يعني 6 جيجا الثروبوت بتاعها أو بحجم الداتا اللي بتقدر تهندله في الثانية الواحدة. طيب إيه السبب اللي خلى الواي فاي 6 ينط للسرعة العالية دي؟ ال OFDMA اللي هو الموديوليشن تكنيك ده، اللي هو طريقة معالجة البيانات في نقل الداتا على الواي فاي. طيب بيعمل ايه بمنتهى البساطة؟ انا حتى كاتبالكوا واخداكوا السلايد دي بالعربي. هو القناة الواحدة او التشانل اللي بتمشي فيها الداتا بدل ما كانت بتنقل مثلا جزء معين من الداتا في الثانية الواحدة، قسمت التشانل دي لعدد اكتر من الاجزاء فبدأت تحمل حجم داتا اكبر في نفس التشانل. ده بمنتهى البساطة اللي بيعمله ال FDMA. فخلى بدل ما كنت أنا بستخدم مثلا لسه حارة كان بيمشي فيها عربيتين، قسم الحارة دي لأكتر من مسار أقدر أمشي فيها 4 عربيات بمنتهى البساطة. فال OFDMA هو كان التطور أو كانت الطفرة اللي حصلت وخلت الواي فاي 6 يعلى بالسرعة بتاعتي عن الواي فاي 5. مش بس كده، الواي فاي 5 احنا طبعا عارفين المالتي ان مالتي اوت اللي هو المالتي يوزر مالتي ان مالتي اوت، ان الجهاز بتاعي الاكسس بوينت او الراوتر يقدر يكوميونيكيت او يتواصل مع الاند ديفايسز بتاعتي في اكتر من ستريم. اسمها مالتي يوزر مالتي ان مالتي اوت، اكتر من ستريم سواء في الابلود او في الداونلود. في الواي فاي 5 كان بيعمل الكلام ده ولكن كان بيعمله بس على الداونلود. في الابلود كان بيتصل بجهاز واحد بس، ما كانش بيقدر ياخد داتا من اكتر من جهاز في الابلود. فدي كانت مشكلة في الواي فاي 5، حلها الواي فاي 6. لا، قال لك انا هتواصل مع كل الاجهزه اللي موجوده المالتي يوزر دول في الحالتين سواء بابلود او بداونلود. فعلى من سرعه التواصل ما بين الجهاز وما بين الاكسس بوينت بتاعتي او ما بين الموبايل بتاعي والراوتر اند سو، سواء انت بتستخدم راوتر او بتستخدم اكسس بوينت. الميزة الثالثة اللي كانت موجودة في الواي فاي 6 لو تفتكروا هي التارجت ووك تايم، وكانت طفرة ساعتها لأن احنا مع التطور اللي بيحصل والتكنولوجيا الحديثة اللي ظاهرة احنا في عصر الاي او تي، الانترنت اوف ثينجز. الانترنت اوف ثينجز يعني هتلاقي كتير من الناس بتشتغل سمارت هوم، بتشتغل بالسنسورز ومش عارفة دور لوك، والسنسور الخاص بالووتر والسنسور الخاص والكاميرات الخاصة بالهوم واي فاي اند سو اون. ففي عندنا أجهزة كتير جدا شغالة وبتعتمد على البطارية. فانا عشان احافظ على عمر البطارية دي الواي فاي 6 جاي يعمل الموضوع ده. بيعمل ايه؟ بيدخل الجهاز في حاجة اسمها سليب مود as long as ان الجهاز ده مش بيتواصل مع الاكسس بوينت بتاعتي او مش بيبعت له ستريم. وانس ان الجهاز ده بدأ يشتغل او بيبعت داتا او ترافيك للاكسس بوينت بتاعتي او الراوتر بيبدأ يدخله في الويك اب مود. ده التارجت ويك تايم. ودي حاجة تعتبر من أهم المميزات زي ما انتم شايفين كده. هي ايه الهدف منها؟ بتوفر طاقة أو بتحافظ على عمر البطارية الخاصة بأجهزة الاي او تي. تمام. الواي فاي 6 برضو جه ضاف حتة من ناحية الأمان، من ناحية التشفير أو الالجوريزم اللي بيستخدمه عشان يشفر الداتا من ناحية الأمان في نقل الداتا على الواي فاي. ظهر معانا اللي هو ال WPA3.
على عكس الواي فاي 5 كان بيعتمد على ال WPA2. تمام. واخر حاجه ممكن اذكرها لحضراتكم في المميزات اللي كان ظهر بيها الواي فاي 6 هي البي اس اس كالرنج. لو انتوا فاكرين كنا شرحناها شويه، ان انا لو موجوده في مكان، المكان ده فيه عدد كبير من الاكسس بوينتس، وفي نفس الوقت المكان او المبنى اللي انا فيه ده حواليا مباني تانية فيها برضو اجهزه واي فاي كونكتد ومتصله. فالجهاز بتاعي لما بيجي يكومينيكيت او يتواصل مع الاكسس بوينت او يسند للاكسس بوينت ترافيك معين، بيبدا ياخد فتره. الاول طبعا هو بيبعت لها داتا، وبعد كده هي بترد عليه. لما يجي يبعت تاني، الجهاز بيبدأ بياخد جزء من الثانية، ممكن يبقى بيحاول يتواصل مين انهي اكسس بوينت اللي انا المفروض اكلمها او اللي انا اتاتشد عليها اصلا. فعشان نلغي الموضوع ده، جه الواي فاي 6 بحاجة اسمها بي اس اس كالرنج، اللي هو وانس ان الجهاز بتاعك كونكتد على اكسس بوينت وتواصل معاها، الاكسس بوينت اللي بتعتمد على الواي فاي 6 بتدي زي كالر كود كده للجهاز اللي شغال معاها. بتحط كده في كالر زون، انت والله الاجهزه اللي متصله معايا واخده اللون الاصفر، لو في اكسس بوينت تانية في اجهزه تانية متصله معاها بتديها اللون الاحمر and so on. فما الجهاز ما بيضيعش ولا اجزاء من الثانيه ان هو يديتكت او يفكر انا المفروض اتواصل مع انهي اكسس بوينت، لا بيبقى التواصل اسرع. طبعا الكلام ده احنا ممكن ما نحسوهوش لو عدد اليوزرز بتوعنا قليلين. يعني لو انا قاعد في مكتب مثلا فيه 4 موظفين، 6 موظفين، 10، 15 واحد، ممكن ما احسش بيه. انما لو مدرسه، فصل فيه مجموعة كبيرة من الطلبة قاعدة في قاعة محاضرات في جامعة، عدد كبير من الطلبة بيحاول إن هو يتواصل مع الأكسس بوينت ويبعت داتا ويستقبل الكلام ده كله. وكل المميزات دي تظهر في الهاي دينستي ابلكيشن. الواي فاي 6 والواي فاي 7 جايين علشان بيعلي من سرعة التواصل ما بين الأجهزة وما بين الجهاز اللي بيدعم الواي فاي 6 والواي فاي 7، وفي نفس الوقت السرعة تبقى عالية، وفي نفس الوقت عدد الأجهزة اللي تقدر تأتاتش أو تدخل على الأكسس بوينت يكون برضه عالي. تمام. دي بمنتهى البساطة المميزات اللي جت غطت أو رفعت من أداء الواي فاي 6 عن الواي فاي 5. ما هو الإنترنت مش هيبقى أفضل حاجة. طيب، تمام كده. في حد عنده أي سؤال في السلايد دي؟ خليني أريز اللينك كده كده. واضح الفرق ما بين الواي فاي 5 والواي فاي 6 في السلايد دي. يعني الواي فاي 5 طبعا ما كانش فيه كل الحاجات اللي احنا بنقولها دي، حتى في المالتي يوزر، مالتي ان مالتي اوت، كان بيعتمد فقط في الداونلود على ان هو يتواصل مع اكتر من كلاينت. طب الواي فاي 7 بقى هيجي بالكلام ده وهيضيف لنا ايه؟ يعني ايه اللي جاي الواي فاي 7 يقول انا موجود احسن من الواي فاي 6؟ تعالوا بقى نشوف السلايد اللي جايه دي.